السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة زي ما انتوا شايفين احنا هنعمل مع بعض كيكة سهلة وبسيطة، الكيكة اللي بناخدها مع الشاي، الكيكة اللي أمي وأمكم كانت بتعملها لنا زمان واحنا راجعين من المدارس واحنا مبسوطين. أنا والدتي كانت بتعملها لنا أيام العيد، كانت بتعمل الكيكة دي، ولا كانت بتعمل الكيكة اسفنجية، ولا كانت بتعمل الكلام ده. كانت بتعمل لنا الكيكة دي بنفس المقادير دي بالظبط، وكانت بتحشيها لنا. مش قادرة اقول لكم في العيد عشان تفرحنا. في العيد كان بيبقى فيه كحك وبسكوت، بس دي كان ليها مذاق مختلف بالنسبة لنا. كانت اجمل كيكة بصراحة، الواحد بيدوقها الى الان ما دقتش زيها. طبعا اي حد هيقول ان والدته لما بتعمل حاجة طعمها بيبقى لا يعلى عليه. طبعا ايديهم بيبقى فيها سحر يا جماعة، والله ايد الوالدة بيبقى فيها سحر. مهما تعملي من تجارب، تاكلي الحاجة من ايديها حاجة تانية، حاجة تانية بجد. بس احنا بنحاول اهو. اتمنى ان الوصفة تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة، وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. وزي ما انتوا شايفين ولادي عمالين يمدوا ايدوهم وعايزين ياكلوا كيكة ومستعجلين. طبعا ريحتها كانت خطيرة، شايفين؟ انا مش عارفة اقول لكم، حاولت ان انا اشيلها، مش عارفة. طبعا سلمت الطبق واخدته تاني، عمالين محيريني معاه. شايفين الكيكة عالية جدا وهشة جدا جدا، وطعمها وريحتها في منتهى الجمال والروعة. يلا بينا نعمل وصفة. انا عندي 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. اهم حاجة يبقى بدرجة حرارة الغرفة، علشان ده مهم يطلع لك كيكة حلوة. تمام. عندي 3 بيضات. طبعا ما ننساش رشة الفانيليا، اهم حاجة فانيليا تكون. احنا اهالينا ما كانوش عندهم السايلة والكلام من ده. انا كانت والدتي ما كانش عندها فانيليا، كانت بتحط بشر برتقال وبتحبها بالبرتقال. فهنا انا حطيت الفانيليا طبعا، وهضرب البيض ضرب كده بسيط معايا. يعني ايه، اضربهم كده حاجة بسيطة. وهنا انا عندي كوباية سكر. بالنسبة لي الكوباية دي مناسبة جدا للمقدار. لو انت عايزاها مسكرة وصليها الكوباية وربع، بس هي كوباية مناسبة جدا. سكر حبيبات يا جماعة، سكر حبيبات ناعم. تمام. انا ضربتهم كويس جدا مع بعض لحد ما انتوا شايفين ال- البياض، قصدي البيض افتح جدا واندمج مع السكر وعمل فوليوم. زي ما انتوا شايفين كده، تحسوا ان هو عيلة شوية وبيض. بقى انا ما اخدتش كتير في الضرب، هي ضربتين قويتين كده بعصبية كده هيوصلوا معاكي للمرحلة دي. زي ما انتوا شايفين، اهم حاجة يكون عندي، عايزاها تبقى فاتحة معاكي. يعني يفضل بلاش سكر التموين، بلاش سكر التموين، خليه في الشاي. وعندي هنا نص كوباية زيت. انا ما بحبش احط دهون كتيرة، لان الدهون الكتيرة بتخلي الكيكة كده تقيلة وما بتعلاش زي ما انت عايزة. هنا انا عندي الزيت يا جماعة، خدوا بالكم من موضوع الزيت، بلاش زيت التموين، خليه زيت ريحته وطعمه نظيف بس، مش اكتر ولا اقل، عشان يطلع لك كيكة حلوة. بس بضربه كويس، كل مكون احطه اضربه كويس. هنا انا عندي زبدية صغيرة من الزبادي الصغنونه دي اللي بنجيبها في رمضان. زبدية صغيره، العيال مرضوش ياكلوها فحدقت، بقت حادقه شويه، فقلت احطها. انا والدتي كانت بتحب تقسم يا لبن يا لبن يا زبادي، فانا قلت ادمج الاتنين مع بعض. عندي زبدية، حرام مش هنرمي حاجه يا جماعه، ما ينفعش، احنا في زمن صعب ما نرميش حاجه. دقت حطيها في الكيكه. تمام. ضربتها كويس قوي قوي مع المكونات بتاعتي. وهحط نص كوباية لبن، لان طبعا الزبدية دي صغيرة مش هتكفي، فلازم ازود المقدار. ممكن تزوديه مية، وممكن تزوديه نعلي القيمة الغذائية لأولادنا. نص كوباية لبن كانت عندي في التلاجة. طبعا تطلع تبقى بدرجة حرارة الغرفة، خدوا بالكم ما تبقاش سقعانة عشان ما تبوظلناش الدنيا. تمام. جربوا على فكرة، لما جربت الزبادي مع اللبن بيطلع الكيكة حاجة تانية خالص. نضرب كويس قوي قوي قوي. زي ما انتوا شايفين الخليط عندي بقى خفيف. هنا انا عندي 3 كوبايات دقيق. طبعا انا نخلاهم قبل كده وبنخلهم تاني. الدقيق لازم يتنخل كويس قوي في الكيكة، مرتين 3 4 زي ما تحبي، بحيث ان هو يخلي الكيكة هشة. وعندي معلقة كبيرة بيكنج باودر، يعني الكيك شيف ده اللي انتوا عارفينه، بحط كله كيس.
لان ده بيبقى فيه بيكنج باودر وبيكنج صودا، فمش محتاجه ان انا احط بيكنج صودا. لو ما جبت بيكنج باودر عادي، حط طرف المعلقه كده، ربع معلقه بيكنج صودا. ونقلب كويس قوي معانا المكونات الدقيق مع المكونات الجافه مع المكونات السائله، نقلبهم كويس قوي مع بعض زي ما انتوا شايفين. نقلبها، احنا مش عايزينها خفيفه ومش عايزينها تقيله قوي، تبقى السمك في النص. شايفين السمك ده السمك المطلوب. هي بتبقى تحفة زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، كانت هشة وطرية جدا. هنا طبعا انا كده بقت تمام معايا. عندي صينية ندهنها كويس قوي يا جماعة بالزيت، زبدة، بطنيها زي ما انت بتحبي. هنا دهنتها زيت، وطبعا احنا بنسيبها ان هي ترتاح وتهدى شوية، عمرها ما هتلزق معاكي. ادهنيها بس ايه، زيت كويس او زبدة. انا اللي كان عندي زيت دهنته زيت. تمام. ونحط طبعا كل الخليط اللي موجود عندي. طبعا طبق تقيل على ايدي، فانا ايه قلت احطه على جنب وانزلهم واوريكم. تمام. انا اول ما حطيتها لازم تضربيها 3 4 ضربات كده على الرخامة بتاعتك، علشان خاطر تطلع الهواء بتاعها، ما تبقاش مفرغة من جوه قوي. هتلاقي الهواء طلع. ودخلتها في درجة حرارة 180، بلاش تبقى درجة حرارة عالية قوي. درجة حرارة 180 أخدت معايا 40 دقيقة. ولا ولعت شواية ولا أي حاجة، أنا ما بحبش أحط شوايات في الكيكات، أحبها تطلع اللون الطبيعي بتاعها كده أما تكون مستوي. حطي الخلة أو سكينة وشوفيها استوت ولا لأ. أول لما تستوي طلعي. أنا طلعتها طبعا وسبتها تبرد زي ما انتوا شايفين، ما لزقتش معايا. أنا أهالينا ولا كان ورق زبدة ولا كانت بتبطن بدقيق ولا الكلام من ده، هي بتدهن الصينية بزيت وخلاص. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير والقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.